عسلامة ناس الكل. تنبيه، الفيديو هذا بلهجة تونسية 100%، خاطر باش نطرقوا فيه الموضوع ياسر مهم ومثير للجدل. المسلسلات التونسية في رمضان السنة هذا ثالث يوم فيه، وما شاء الله الميديا كلها شاعلة واكلة بعضها. بسبب شنو؟ المسلسلات التونسية في رمضان. مسلسلات خلت الناس الكل تحكي عليها في الراديو، في التلفزة، في الانترنت، تقريبا في كل بلاصة، وهذا طبيعي ويصير في كل رمضان. لكن الاستثناء السنة انه رمضان هذا بدا بقوة. قلت نخلي الوضع يهدى كالعادة، نعدي نهار الاول الثاني ومن بعد نعطي رايي في المسلسلات. ممكن هذه اول مرة تقريبا نعطي رايي فيها على اعمال فنية كافلام ومسلسلات في القناة، وممكن تشوفوا مني محتوى كيف هذا اكثر. فاليوم باش نعطي رايي في المسلسلات جملة وتفصيلا، وفي بالاخص الجدل اللي قامت به بعض المسلسلات. مسلسل فلوجة، العمل الفني والماكينة السنوية كبقية مسلسلات الحوار لإثارة الجدل. خلينا نحكيه عليه شوية، خاطر هو باش يوصلنا الموضوع اليوم، واللي هو هل فعلا المسلسلات التونسية تعكس الواقع التونسي وتخاطب التونسي في شخصه، أم إنها مجرد مسلسلات تزيف الواقع؟ بالنسبة للاسم مثلا، اللي هو ما نعرفش علاش اختاروه بالضبط، أو نعرف، لكن اسم فلوجة ليس اسم عادي. فلوجة هو اسم مرتبط بأحداث تاريخية مهمة، وبصراحة الفترة التاريخية اللي مربوط فيها مش جميلة جدا. فلوجة يا سيدي بن سيدك هي مدينة في العراق صارت فيها أحداث معقدة، واسمها مرتبط بحرب العراق والكويت والولايات المتحدة الأمريكية وقت احتلت العراق. علاش الاسم هذا بالذات وبالأخص الله أعلم، وبالأخص أنه الاسم فلوجة مش موجود في معجم اللهجة التونسية، لكن فلوجة موجود في المعجم العربي. فلوجة تعني الأرض الخصبة الصالحة للزراعة. ولهنا ندخلوا في نظريات المؤامرة، وطو في الاخر تفهموني علاش. نشوفوا الحلقة الأولى مثلا اللي تفرجت عليها شخصيا. حلقة عادية حاولوا يقدموا فيها العالم اللي تنبني عليه المسلسل والقصة بالكامل. تلامذة في ليسي أو معهد كأي تلامذة، مش كأي تلامذة. والقصة من أول حلقة تبدأ واضحة، ما فيهاش غموض وما فيهاش شخصيات أدوارها غامضة ومش مفهومة، إلا ممكن الطفلة اللي ضاعت اللي هي من بعد باش تطلع مريضة بالاكتئاب، وهذا شيء ظاهر من الحلقة الأولى. وهذا هو الهدف حرفيا من الحلقة الأولى، إنهم وراو الشخصيات، وراو العالم السينمائي الكامل اللي يصير فيه المسلسل واللي باش تنبني عليه القصة من بعد. والعالم اللي متمحور عليه المسلسل هو الليسي. الليسي لنا لازم نركزوا معاه على خاطره مش كأي ليسي ريته في حياتي. الليسي هذا والأحداث اللي صايرة فيه والإطار التربوي والتلامذة أثار ضجة في المجتمع التونسي خلال 48 ساعة أو 24 ساعة فقط. راديونات، برامج تلفزية، برامج على الراديو، كلها ناس تنتقد، وناس منهم حتى وزارة التربية اللي يقال انه باش تعمل مجلس وزاري تدرس فيه كيفية إيقاف البرنامج أو المسلسل. وفما بعض الناس اللي دافع على المسلسل من جهة أخرى. لكن السؤال لنا، هل فعلا هذا هو الواقع اللي يعيشه التلميذ التونسي؟ إجابة السؤال هذه معقدة بصراحة. علاش؟ بكل بساطة هي الإجابة أي ولا. في نفس الوقت التعقيد متاعها جاي من فكرة إنه المسلسل هذا خذ المجتمع التونسي حطوا في نفس الصندوق كله على بعضه وقولبوا. يعني بطريقة أبسط، التعقيد هذا راجع لكونه تونس دولة كبيرة نوعا ما، وفيها مناطق متعددة وبعاد على بعضهم، ومناطق بعادات مختلفة وأنماط عيش مختلفة. واللي صار إنه المسلسل وصناع المسلسل أذكياء برشا، لدرجة إنهم جسدوا المجتمع التونسي في منطقة واحدة ممكن، وحطوها على اساس هذه المجتمع التونسي، او هذا هو الواقع اللي يعيشه التلميذ التونسي. وهنا فين يغلط المسلسل، واللي يدعموا فيه زادوا ويقولوا اي هذا هو فعلا واقعنا. تصحيح واقعك، لانه انا شخصيا قريت في ليسي 4 سنين، ما ريتش ربع، لا مش ربع، عشر اللي ريته في الحلقة الأولى في الليسي اللي موجود في المسلسل. أي بالمختصر هذا المجتمع وهذه المنطقة اللي أنا عايش فيها بعادات وأنماط عيش مختلفة عن المنطقة والمجتمع والمدينة والعاصمة اللي أنت عشت فيها. أنت عندك مجتمعك الخاص، آلاف وملايين يعيشوا بنفس الطريقة متاعك، أنا نفس الشيء عندي مليون وزوز يعيشوا بنفس الطريقة اللي عشت فيها أنا. فشنو ذنب الناس اللي عاشت بنمط عيش مختلف عن اللي تعرضوا فيه في المسلسل انها تشاهد مسلسل كيف هذا؟ المسلسل زاد طرق لبرشا حاجات اخرى، كيف تربيه الاهل الصغار، مواضيع اخرى منها صراع الاجيال، وممكن بعدين مش يطرق الاشياء انا شخصيا نشوفها اخطر منها مرض الاكتئاب. هذا كل احنا والحلقات من بعد. لكن الجميل في الموضوع انه المسلسل من بدايه الحلقه الاولى مع الحلقه الثانيه فرش كل اوراقه على الطاوله. يعني هذه هي القاعده اللي انبنى عليها المسلسل والفكرة منه، وهذا هو الأساس أو الساس اللي مبني عليه المسلسل اللي تم عرضه في الحلقة الأولى. الفكرة اللي وصلها المسلسل من الحلقة الأولى هي نفسها على مدار المسلسل، فقط بقية المسلسل مجرد أحداث وعرق وصراعات إلخ. وكل الأحداث اللي باش تصير في المسلسل باش تجسد هذه الفكرة اللي يحب المسلسل يوصلها، وهذه هي الفكرة اللي
تمثل هيكلة المسلسل وهيكلة القصة. هيكلة، وما أدراك ما هيكلة القصة. هذه كلمة باش تخلينا نرجعوا لبداية الفيديو. علاقة هيكلة القصة باسم المسلسل. فلوجة اسم المعهد اللي في صورته المثالية وفي عالم مثالي يجسد الأرض الخصبة الصالحة للزراعة اللي باش ينبني عليها جيل كامل، واللي باش تطلع ثمار المجتمع اللي تنبني عليها الحضارة. فلوجة اللي في نفس الوقت منطقة صراع تاريخي يجسد انهيار الحضارة العربية المتجذرة في التاريخ أمام غزو الغرب، حرب الخليج وأمريكا اللي تجسد فكر الغرب. فلوجة اسم يجسد صراع فكري وكوني جميع الدول تعاني منه في العالم، منهم الغرب. اسم يضم تصادم تاريخي ممنهج، تصادم بين بانيات الحضارات وفكر الغرب المتطرف، نفس اللي تعمل فيه نتفليكس اليوم مع العالم الشرقي والعالم العربي بالأخص، كيفاش انها تكشف للعالم العربي المنغلق العالم الغربي والناس اللي عايشة حرة وحدها من دون مفهوم العائلة العظيم إلخ. نفس الشيء اللي تقوم به الصين في أمريكا اليوم من خلال تطبيق تيك توك اللي أثر على عقلية الشباب، الشيء اللي خلى الكونغرس الأمريكي أمس يقرر أنه يدرس بجدية مسألة حظر تيك توك بالكامل من أمريكا، تخوفا على فكر الشباب اللي تأثر بألغوريتمات تيك توك الممنهجة من الصين. يعني بالنهاية هذا صراع أزلي وإنساني وفكري. ختاما طوى مع رأيي الشخصي، هل أني مع إيقاف المسلسل؟ لا. هل مع التوجه اللي تجسده فكرة المسلسل؟ أكيد لا. وإجابة على السؤال الأول الفيديو، هل هذا فعلا يعكس الواقع التونسي؟ قطعا لا. ممكن يعكس فئة من الناس، لكن تونس دولة كبيرة فيها عدة مناطق وفيها عدة أنماط عيش مختلفة، والمسلسل يعكس رؤية الشخص اللي أنتج المسلسل، لا يعكس بتاتا الواقع التونسي. أوجه من الأشياء اللي موجودة في الحلقة الأولى والثانية اللي حب المسلسل يوراها نعم موجودة، لكن واقع التونسي لا، كلمة كبيرة، مستحيل المسلسل ولا حتى أصحاب المسلسل عندهم القدرة أنهم يجسدوا واقع التونسي كتابيا ومن ثم فنيا، مستحيل. واصلا زايد اللي باش يعملوه مساله يوقفوا المسلسل او يكملوه يمشي، الشيء هذا تقوم به نتفليكس من عشرات السنين هي وديزني وغيرها. لحظه، تفرجت على مسلسلات اخرى الحق كيما سبق الخير وكو يسي. نتلقاو الفيديو الجاي ان شاء الله. الفيديو هذا عجبكم تابعوني على الانستغرام، تيك توك، تويتر بالاخص. اعطوني رايكم في المسلسلات التونسيه رمضان السنة وشنو تتوقعوا باش يصير من بعد في الحلقات. نتلقاو الفيديو الجاي، شاهية طيبه، مع السلامه.